السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الدرس الأول في الوحدة الأولى للصف الرابع الابتدائي. أول سؤال بيكون عندنا هو سؤال الاستماع، بنسمع زي قطعة صغيرة وبنبدأ بعد كده نحل أسئلة اختياري. القطعة بتقول Today we learned about our senses at school. يعني احنا النهاردة اتعلمنا عن حواسنا في المدرسة. Miss Mona is our science teacher. يبقى Miss Mona دي بتشتغل مدرسة science، يعني مدرسة علوم. We will learn about amazing senses today. النهاردة هنتعلم عن حواسنا المدهشة. Senses help us understand the world around us. الحواس بتساعدنا ان احنا نفهم العالم حوالينا. Our senses are like sight, hearing and smell. حواسنا بتكون زي البصر والسمع والشم. نبدأ بقى في الأسئلة الاختياري. أول سؤال بيقول لي we learn about our نقط at school today. احنا سمعنا ان احنا بنتعلم عن الايه؟ عن الحواس، عن السنسز، يبقى هنختار رقم سي. رقم 2 مس منى is our نقط teacher. مدرسة ايه؟ كانت مدرسة ساينس. رقم 3 we will learn about amazing. احنا قلنا في القطعة amazing ايه؟ amazing senses. رقم 4 senses help us. الحواس بتساعدنا في ايه؟ سمعنا ان هي بتساعدنا في understand the world around us، ان احنا نفهم العالم حوالينا. يبقى لما انت بتفهم اللي انت سمعته، وان انت بتركز في اللي انت سمعته وتفاصيله، هتعرف تحل ان شاء الله سؤال اللسن. في السؤال التاني بيكون عبارة عن choose اختياري. أول حاجة هنا بيقول we can نقط flowers with our nose. بنعمل ايه في الورد بالأنف؟ أكيد smell flowers، بنشم الورد. رقم 2 there is a look at the dark smoke. dark smoke يعني الدخانة اللي هناك دي، اللي هي فيها زي مظلمة كده. يبقى أنا كده هوت عندي ايه؟ there is a fire، يوجد حريق. رقم 3 this soup is hot. الشوربة دي مالها؟ سخنة. it hurts يعني هي بتؤذي أو بتؤلم ايه؟ my tongue، لساني. رقم 4 we use your sense of to listen to music. بنسمع الموسيقى بالsense of hearing. في السؤال ده لما تيجي تحله، اللي هو بيجيب لك زي بوكس كده ويقول لك خد كلمة منه وحط في القطعة اللي أنا جايبها. اقرا القطعة كذا مرة، يعني اقراها كذا مرة عشان تفهم ان انت كل كلمة هتحطها فين، عشان تديك فكرة عامة كده عن القطعة، عشان ما تحطش كلمة في حتة وترجع تلاقيها ان هي اصح تتحط في حتة تانية. لا، هتقرا القطعة دي كذا مرة. we have 5 senses. احنا عندنا 5 حواس. they help us understand the world around us. بتساعدنا ان احنا نفهم العالم حوالينا. our نقط are sight, hearing, smell, taste and touch. our ايه؟ اكيد our senses. حواسنا بتكون البصر والسمع والتذوق، وعندنا الشم وعندنا اللمس. we use our ears to ايه؟ بنستخدم ودنا الايه؟ to hear. we use our eyes to see. رقم 3 we use our ايه؟ to taste. our tongue. رقم 4 we use our hands to touch. نستخدم ايدينا عشان نلمس. we use our noses to smell. يبقى انا كل كلمة حطيتها ادتني المعنى المطلوب، يعني لما اجي اترجم هلاقي ان الترجمة بتاعتي مظبوطة، وبرضو تركيب الجملة مظبوط. نيجي لسؤال reorder يعني رتب. اول حاجة هنقول how many يعني كم عدد. كم عدد بيجي بعدها كلمة جمع، يبقى how many senses. بعد كده هنحط فعل مساعد do. how many senses do. بعدين هنحط فاعل we have اللي هو الفعل الايه؟ الأساسي. فمعنى السؤال كم عدد الحواس التي نمتلكها. how many senses do we have. how many senses do we have. how many senses do we have. رقم 2 I can يعني أنا أستطيع. احنا عارفين ان I can يعني أنا أستطيع. I can't أنا لا أستطيع.
I اللي هو الفاعل بيجي بعده فعل يستطيع اللي هو كان، وبعد كده الفعل في المصدر. فين الفعل هنا اللي في المصدر؟ touch. I can touch with my hands. I can touch with my hands. أنا بعرف ألمس بإيديا. يبقى I بتيجي اللي هي الفاعل، بعدين بنحط بعدها يستطيع اللي هو كان، بعدين الفعل في المصدر. لازم الترتيب يكون كده عشان تركيب الجملة يكون سليم. I can touch with my hands. رقم 3. Why senses are important to us. ليه الحواس بتكون مهمة لينا؟ to us يعني لينا. Why senses are important to us. Why senses are important to us. ليه الحواس بتكون اللي هي are important مهمة، بتكون مهمة to us لينا. نيجي بقى في علامات الترقيم. أول حاجة هنخلي الحرف كبير، بيقول if we smell smoke. لو احنا شمينا smoke we know there is a fire. احنا بنعرف ان في حريق. دي هنحط فيها full stop، يعني هنحط نقطة في الآخر عشان دي جملة مش سؤال. رقم 2 what will we learn today. ايه اللي هنتعلمه النهاردة؟ ده سؤال. أول حرف هنعمله كبير وفي الآخر هنحط question mark علامة استفهام. نيجي بقى للباراجراف، بيقول لي اكتب لي باراجراف عن our senses. طب ايه الكلمات اللي انا هستخدمها؟ هتستخدم كلمة hear, smell, safe. هبدأ واقول we have 5 senses. احنا عندنا 5 حواس. تعال نشوف تركيب الجملة كده سليم ولا لا. we هنا هتكون الفاعل، have هي الفعل، بعدين بقية الجملة we have 5 senses. we بتاخد have يعني يمتلك أو عنده. we have 5 senses وحط نقطة واسيب في الأول مسافة وابدأ طبعا بحرف كبير. هعمل جملة جديدة we hear with our ears. احنا بنسمع بودنا. يبقى الجمل دي لازم اعرفها كويس قوي. فاعل فعل، we الفاعل وhear الفعل. we hear احنا بنسمع. be يعني ايه be؟ with يعني ايه ودنا؟ our ملكنا، يعني our يعني ملكنا، صفة ملكية معناها ملكنا. with our ears with our ears ونحط full stop. عايزة اقول احنا بنشم بأنفنا. we smell with our nose. we smell with our nose. we smell with our nose. يبقى معنى كده ان الجمل اللي موجودة في الدرس مهمة جدا، لازم اذاكرها وافهم تركيبها. ان هو بيبقى عندي الفاعل في الجملة الخبرية، وبعدين الفعل، وبعدين بقية الجملة اللي انا هحطه. الفاعل ممكن يبقى ضمير، ممكن يبقى اسم. ضمير زي ما انا كاتبة كده وي. اسم بقى اي اسم، اسم حيوان، اسم جماد، اسم شخص، اسم مكان، اي اسم. ممكن اقول we taste with our tongue. we taste with our tongue. احنا بنتذوق بلساننا، بس انا مش كاتباها هنا، انت ممكن تزودها. ممكن اقول we touch with our hands. we touch with our hands. وطبعا كل جملة بخلصها بادئة بفاعل وفعل، وبقية الجملة بحط full stop نقطة. اخر حاجة هنا الجملة اللي انا حطاها the senses يعني الحواس help us تساعدنا. help us هنا فين الفاعل؟ the senses. الفاعل هنا كان اسم اللي هي الحواس. فين الفعل؟ help يساعد. help us. us ده ضمير مفعول، تساعدنا. طب بتساعدنا في ايه؟ stay safe يعني نبقى آمنين. stay safe. وممكن أكمل وأقول and understand ونفهم the world around us ونفهم العالم حوالينا. كده نكون خلصنا شرح الدرس الأول. لو عندك أي سؤال أو أي حاجة صعبة عليك مش فاهمها أو أي نقطة حاسس إن أنت ضعيف فيها، اكتب لي في الكومنتات تحت، وأنا إن شاء الله هشوف الكومنت وأرد عليك، وهنزل فيديو في أقرب وقت بالحاجة اللي صعبة عليك وأنت مش فاهمها.
ولو حضرتك وبتذاكري لابنك وحاسه ان في نقطه معينه حابه ان انا اوصلها له او نقطه حابه ان انا اشرحها، اكتبي لي في الكومنتات وان شاء الله هرد على حضرتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.